النهارده هنتعلم مع بعض حركة جامدة جدًا في الإكسل، إزاي أجمّع في خلية واحدة أكتر من نص موجود في خلايا متعددة، يعني إيه؟ لو أنا عندي مثلًا جدول شكل ده كده في الاسم الأول والاسم التاني والاسم التالت، عايز أجمّع ال3 أسامي دول في خلية واحدة اللي هو الاسم بالكامل، لو أنا جيت كتبت هنا مثلًا الاسم الأول كده أحمد، محمد، علي، وجيت طبعًا هنا وعملت control E هيملى معايا بقية الخلايا بنفس الفكرة دي كده، وخدناها قبل كده. طب أنا مش عايز نفس الفكرة دي، مثلًا لو أنا عندي خانة في النُص هنا فاضية كده شكل دي، كتبت الاسم بالكامل هنا وعملت control E مش هيجمّع معايا، طب دي أعملها إزاي بقى؟ هنحلها بمعادلة بسيطة خالص اللي هي concatenate وأفتح القوس الاسم الأول وبعدين كوما، أفتح quotation ومسافة quotation وأعمل كوما تاني، الاسم التاني كوما quotation وأعمل مسافة وquotation وكوما تاني، بعدين الاسم التالت هنعلّم عليه هنا وننزل كوما quotation وأعمل مسافة وquotation وأقفل القوس وenter أهو جاب لي الاسم بالكامل، وبعدين أسحب على الrange بتاعي كله. بمعادلة بسيطة خالص عملت اللي أنا عايزه، إن أنا ضميت ال3 أعمدة في عمود واحد، إن أنا ضميت الاسم الأول والاسم التاني والاسم التالت في خلية واحدة اسمها الاسم بالكامل. عايزك تعمل save للفيديو ده لإني متأكد إن أنت هتحتاج ترجع له تاني، وما تنساش تعمل share للفيديو علشان غيرك يستفاد منه، وما تنساش تعمل share ولايك وسبسكرايب لقناتنا علشان يوصلك كل جديد.